ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات اتعلمنا مع بعض الليست. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض حاجه جديده اللي هي الست. خلينا نراجع بس سريعا مع بعض ايه هي الليست. احنا قلنا الليست دي نوع من انواع الكوليكشن داتا تايب، بتخزن اكتر من قيمه، وكانت بتتكتب بالشكل ده. ناخد مثال كده، string مثلا هنسميها names equal، ونفتح البراكت دي سكوير براكت، ونخزن فيها القيم محمد مثلا واحمد. وخلينا نخزن قيمه كمان، هنخليها برضو محمد. تمام. طيب، لو كنا جينا عملنا برنت للليست اللي هي نيم بالشكل ده، خلينا نعمل رن، هنلاقي ان هي طبعت لنا الثلاث قيم محمد واحمد ومحمد. الست يا جماعه بتتكتب بنفس السنتكس بتاع الليست، ولكن فيها فرق بسيط جدا. خلينا مع بعض ناخد مثال للست. الست بتتكتب كده اس اي تي، وبرضه بنحدد نوع الداتا تايب اللي احنا هنخزنه، فليكن سترينج برضه. وبعد كده بنديله الاسم. تمام. بعد كده بنقول ايكوال. في الليست احنا كنا بنحط القيم بتاعتنا جوه سكوير براكت. الست يا جماعه احنا بنخزن القيم بتاعتنا جوه كيرلي براكت مش سكوير. لو جينا حطينا سكوير براكت هتدينا ايرور. تمام. فده اول اختلاف بالنسبه للست ما بين الست والليست. تمام. طيب، الاختلاف التاني، خلينا مع بعض نخزن الثلاث قيم اللي فوق برضو، فليكن نفس المثال محمد واحمد ومحمد تاني. تمام. لو لاحظتوا احنا اول ما كتبنا محمد حطت لنا هنا من تحتها تحذير. تمام. ولكن خلينا نكمل مثال مع بعض. لو جينا عملنا برنت نيم 1 اللي هي الست، وجينا عملنا ران مع بعض، هنلاحظ ان في الست طبع لنا قيمتين اتنين بس، محمد واحمد، ومحمد الاخيره ما طبعهاش، على عكس الليست طبع لنا الثلاث قيم بتوعها. تمام. طيب ليه؟ الست يا جماعه بتخزن القيم كقيم اساسيه، او تقدر تقول كده مش بتكرر القيمه. وانت لو كتبت لها قيمه متكرره، اول ملحوظه انها بتدي لك تعذير من تحتها، الخط الاصفر ده. تمام. تحت القيمه المتكرره هي ما خزنتهاش يعتبر، على عكس الليست يا جماعه كانت بتخزن كل القيم عادي، انما الست لا، القيمه المتكرره مش بتخزنها. تمام. لما بتيجي بتعمل برنت، القيمه المتكرره هي بتحذفها لانها مش شايفاها اصلا، هي ما خزنتهاش، مش زي الليست. تمام. ده كده كان الاختلاف ما بين الليست والست. طيب، احنا قلنا الليست احنا بنستخدمها عشان نخزن اكتر من قيمة. تمام. والست برضو نفس الكلام، ولكن الست احنا ممكن نستخدمها في حاجات تانية، يعني كل حاجة ليها استخدام. الليست احنا ممكن نخزنها علشان خاطر ممكن نستخدمها علشان نخزن اي حاجة حرفيا، يعني اسامي طلبة. فليكن مثلا الكلاس فيه 10 محمد و10 محمود و10 احمد، فاحنا بنخزن كل اسامي الطلبة في الليست لان احنا عندنا قيم متكررة. الست احنا ممكن نستخدمها في حاجات القيم بتاعتها مش متكررة. انت مثلا عايز تخزن اسامي الحيوانات الانيمالز، عندك مثلا لايون وجيراف وتايجر، فمش هينفع ان انت تخزن اي كائن منهم مرتين. طيب، خلينا نكون عمليين اكتر وناخد امثله بالشكل ده. احنا مثلا احنا قلنا عندنا هنخزن حيوانات يعني انيمالز، احنا خلينا نغير اسم الست نخليها انيمالز. تمام. علشان نكون واقعيين اكتر، خلينا نحذف البرنت دي برضو. ماشي. وهنخزن في قيم الانيمالز، هنخزن فيها قيم مثلا فليكن لايون، وهنخزن تايجر، ونخزن مثلا دوك، ونخزن كات. تمام. طيب، احنا لو جينا عملنا البرنت للست اللي هي باسم انيمالز، تمام، نعمل رون كده،
هتطبع لنا كل القيم الأربع قيم، اللايون والتايجر والدك والكات. تمام، خلينا نحذف الليست دي. ماشي، هي هنا طبعت لنا الأربع قيم على عكس الليست، هي هنا طبعت الأربع قيم. طيب أنا لو جيت قلت لهم إن أنا عندي لاين كمان، بصوا اداني تحذير تحتها، ده تحذير مش ايرور. تمام، ولو جيت عملت برنت هنلاحظ ان هو طبع لنا اربع قيم بس، اللي هما اللايون والتايجر والدوج والكات. تمام، وما طبعش اللايون لان هو اصلا مش شايفها، ما سايبهاش عنده في الميموري بتاعته، لان الليست والست والبرمجه عامه او المتغيرات هي عباره عن انك بتاخد القيمه دي بتخزنها في مكان في الميموري بتاع الجهاز عندك، ولما بتحب انك تستخدمه فانت بتنادي عليه. انا هنا حبيت استخدم مثلا، حبيت انادي على الست دي اللي هي مخزنه الخمس قيم دي او الاربعه. تمام، فقمت هنا ناديت، عملت برنت انيمال، انا كده ناديت على الليست اللي هي اسمها انيمالز. تمام، علشان خاطر استخدم القيم بتاعته. بس لما جيت استخدم القيم بتاعته هو طبع لي القيم اللي هو مخزنها عنده بس، اللايون والتايجر والدوك والكات، ما طبعليش اللايون التانية لأنها متكررة، واحنا قلنا إن الست بتتعامل مع القيم المتكررة كأنها مش موجودة، هي فعلا مش موجودة، إن هو ما خزنهاش عنده في الميموري بتاعت الجهاز. فأنت لما تيجي تعمل لها برنت مثلا أو تستخدمها هتلاحظ إنها مش موجودة أصلا، هتلاحظ إن القيمة التانية المتكررة مش موجودة. تمام، طيب لو جينا نعمل ريموف لقيمة من القيم الخاصة بالست، زي ما كنا بنعمل في الليست، احنا كنا بنكتب اسم الليست وبعد كده دوت ريموف، نفس الاسلوب برضو هنا في الست، فبنعمل فبنكتب اسم الست وبعد كده دوت ريموف. ماشي، وهنعمل ريموف لتايجر مثلا، لو جينا عملنا برنت هتلاقيه طبع لك ثلاث قيم بس، حذف منهم تايجر. تمام، مبقاش موجود. طيب لو جينا نحذف لاين، تتوقع هيحذفها ولا هيعرضها لنا؟ خلينا نشوف مع بعض. لو جينا عملنا رون كده هنلاقي ان لايون مش موجودة، ولا القيمة الأولى ولا القيمة التانية. احنا قلنا ان القيمة التانية مش متخزنة فهي مش موجودة أصلا، فانت لما جيت عملت ريموف للايون حذفها لك، حذف لك أول واحدة، يعني هو ساب حاطط تحتها التعذير ده. تمام، احنا أصلا مش متخزنة، هي دلوقتي مش موجودة، يعني احنا ما كتبناهاش أصلا. ماشي، فاحنا لما جينا قلنا له هنعمل ريموف للاين، تمام، حذف لك لاين، حذف لك لاين واحده بس، ما شافش التانية لانها اصلا مش متخزنه. بس هو ده كده كان الفرق بين الست والليست. وطبعا قلنا ان الليست ممكن تخزن كل القيم حرفيا، ممكن تكررها برضو عادي، واخدنا مثال على ده مثلا انك بتخزن اسامي الطلبه في الفصل مثلا او في مدرسه. واخدنا مثال للست، وقلنا إن الست مش بتخزن القيم المتكررة، يعني هي بتخزن قيمة واحدة بس من القيم المتكررة. واخدنا برضو مثال عليها وقلنا مثلا إن إحنا بنخزن فيها زي أسامي الحيوانات أو حتى ممكن الألوان colors مثلا. ماشي، بس كده احنا عرفنا الفرق بين الليست والست، وكده احنا خلاص خلصنا الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وإن شاء الله ناوي إن أنا أعمل بيج على الفيسبوك بحيث إن أنا أشارك معاكم الأكواد اللي أنا بكتبها، ونعمل تاسكات أو مهمات إن أنتوا تعملوها بالأكواد زي نظام إكزامبل أو امتحان أو حاجة زي كده. ف... فلو عجبتكم الفكرة اكتبولي في الكومنتات، ولو لقيت في إجماع على الفكرة دي فبإذن الله هنعمل بيج على الفيسبوك، وأشوفكم في الفيديو الجاي.